كل دي كومنتس ازاي بتخزني الملوخيه، فقررت ان انا اقول لكم ازاي تخزنوها بطريقه سهله جدا، والموضوع بسيط وابسط مما تتخيلوا. فاحلى حاجه عندي بعملها ان انا بخزن الملوخيه طول السنه يا جماعه، مش في رمضان بس، لان انا بعشق الملوخيه. فبالنسبه لي لازم يبقى في ملوخيه في الفريزر. اول حاجه بنغسل الملوخيه، طبعا بنقطفها بعروقها لان العروق دي هي اللي بتديها المطه الحلوه. بعد ما بنغسلها كويس جدا جدا بننشفها. اهم حاجه الملوخيه تتنشف كويس. لو عندكم السبينر اللي بنشف بيه ده، بصوا يعني ده خطير، لو مش عندكم هاتوه. بالنسبه لي يعني لو مش عندي، مش عارفه انشف الورقيات ازاي، بنشف فيه كل حاجه بقى، ملوخيه والجرجير والكابوتشا وكل الحاجات دي. طيب بعد ما بنشفه، لو مش عندكم ممكن تسيبوا الملوخيه كده مفروده وتحطوها في فوطه تبقى مخصوص لتنشيف الملوخيه او الورقيات، وتضغطوا عليها كده بالراحه وتسيبوها تنشف شويه، لان الملوخيه لما بتضربوها وهي مبلوله بتعمل ريم. فاهم حاجه ان انتوا تنشفوها كويس. انا بضربها في الكبه. عايزين تخرطوا الملوخيه براحتكم يا جماعه، اخرطوها بصوا اللي انتوا عايزينه. يعني انا بقول لكم الطريقه بتاعتي، وطبعا كل واحد يعمل اللي يريحه. هي بتديني نفس النتيجه بالظبط بتاعه المخرطه، فانا يعني اوفر صحتي واضربها في الكبه. فبحطها في الكبه، بحط عليها حاجه بسيطه قوي من السكر، ما تزودوش، هو السكر ماده حافظه ليه عشان لما نشيلها في الفريزر. وبحط كمان حاجه بسيطه من البيكنج صودا، لان ده بقى اللي بيخلي لونها اخضر، وما تطلع كده وتعملوها تطلع كانها لسه فريش، وكانكم لسه عاملينها حالا، مش كانها مخزنه في الفريزر. بضربها بقى بايه؟ لو عندي شوربه بحط شويه من الشوربه، بس تزودوا حبه بحبه لحد ما تلاقوا الكبه اشتغلت. طيب ما عندكوش شوربه، عادي جدا بالميه، يعني بحط شويه ميه لحد لما الاقي خلاص الكبه اشتغلت وابتدت تتضرب كويس. وبصوا بقى على القوام ده، القوام بتاعها بجد بيطلع كانها بالمخرطه، مش كانها في الكبه. فما تضيعوش وقتكم، نصيحه مني اعملوها في الكبه بجد تحفه. بعد كده بقى بشيلها في اكياس على حسب كل وجبه، يعني على قد كده كل مره، فبشيلها بالاكياس دي. بصوا بقى بتطلع عامله ازاي. بطلعها بسيبها تفك مثلا 50 كده في المية، وبعد كده بسويها بالطريقه العاديه. طريقه الملوخيه موجوده عندي على البيج، اللي عايز الطريقه برضو يبعت لي ويكتب لي. الناس اللي سالوني على طريقه البانيه برضو عاملاها وبالتتبيله وازاي مخزناه وكل حاجه، فبرضو اللي عايز الطريقه يبعت لي ويقول لي وهبعتها له. انا كمان بحب افرز السمبوسك والفول، بعمل فول واشيله في الفريزر يكفيني طول رمضان، مش كل شويه هندمس فول. وكمان بعمل البطاطس نص تحميره. قولوا لي حابين نعمل ايه من الحاجات دي مع بعض ولا نعملهم كلهم؟